إزاي توظف نومك في الدايت والديدلاين؟ دايماً بتسمع المختصين بيقولوا إنك لازم تنام كويس، وإن الشخص البالغ لازم ينام بمعدل 7 ساعات في اليوم عشان يقدر يحافظ على نفسه. إيه اللي هيحصل يعني لو ما نمتش 7 ساعات؟ تعال أقولك إيه اللي هيحصل. أولاً، هيصيبك أمراض كتير، وده لأن النوم الصحي بيحافظ على الوزن الصحي وبيقلل التوتر والضغط النفسي والعصبي، وبالتالي هتتجنب أمراض زي الضغط وأمراض القلب، ده غير إنه بيحافظ على الجهاز المناعي. ثانياً، هتزود مشاكل الشغل. نومك القليل هيخليك تتسبب في مشاكل. النوم الفعال بيخليك بتفكر وبتاخد قرارات بشكل أحسن، وبالتالي بتتطور في الشغل أو الدراسة. ثالثاً، هتبقى شخص وحيد. مزاجك السيء بسبب قلة النوم هيخليك تخسر ناس كتير في حياتك الاجتماعية. لو عندك الطاقة الكافية بسبب النوم الصحي، هتبقى اجتماعي أكتر وقادر تتعامل كويس مع اللي حواليك. رابعاً، هيحصل لك برين فوج، وده اضطراب من معناه بيسبب ضبابية العقل. هتلاقي نفسك مش عارف تفكر وبتنسى كتير ومش مركز في كل التفاصيل، واستيعابك لكل حاجة حواليك قليل. النوم الصحي مش حاجة نستهون بيها، لأنه مفتاح لكل تطور ممكن يحصل لك في حياتك. فقول لنا، بتنام كم ساعة في اليوم؟ وهل نومك صحي ولا لأ؟